جاي اكلمكم النهارده في مشكله موجوده في اغلب الشركات في مصر، وهقول لك على نموذج منها. من 3 شهور جالنا صاحب شركه بيقول شركتي فيها مشكله كبيره، انا مش عارف ايه حلها. قال لك المدير المالي بيطلب مني دايما فلوس للمصاريف، بيطلب مني دايما فلوس يقبض للموردين لاوراق دفع غير متغطيه في البنك، علشان معهوش فلوس، رغم ان المدير المالي بيقدم له بي اند ال شهريه فيها نت بروفيت كويس جدا. هي دي المشكله. تابعني في الفيديو هتعرف حلها ايه. اهلا بيكم. انت بتشاهد قناه واي اف اكاونتنج، ومعاك يوسف فخري، مدير مالي وخبره 14 سنه في المحاسبه. زي ما قلت لك في الانترو، صاحب الشركه جه وبيقول ان هو دايما بيطلب منه فلوس للشركه من ماله هو الشخصي عشان يغطي مصاريف ويغطي اوراق دفع ويدفع للموردين، رغم ان البي اند ال اللي بتتقدم له كل شهر فيها ارباح كويسه جدا. فرحنا على اساس ان القوائم الماليه فيها مشكله، فبالفعل حللنا القوائم الماليه، راجعنا كل المبيعات، رجعنا تكلفه البضاعه المباعه، كل المصاريف الاداريه والتسويقيه. لقينا ان القوائم الماليه على 10 شهور فاتت البي اند ال مظبوطه جدا، وكل رقم محطوط في البي اند ال مظبوط 100%. طب ايه المشكله؟ لما حللنا الموضوع اكتر وسالنا صاحب الشركه ايه القوائم اللي بتتقدم لك، لقينا اللي بيتقدم له بالانس شيت مرتين في السنه، لكن كل شهر بيتقدم له بي اند ال بالمبيعات والكوجز والنت بروفيت الشهري. طب وفين التدفقات النقديه؟ وهو ده اللي هكلمك عليه. ان التدفقات النقديه لما شركات كتير جدا بتتجاهلها بتقع في نفس المشكله. هو شايف الارباح على ورق، شايف البي اند ال مدياله كسبان مليون، 2 مليون، 10 مليون، لكن مش شايف فلوس، شايف ارقام مطبوعه على ورق مفرحاه. طب فين الفلوس؟ هو مش شايف فلوس. لما حللنا اكتر لقينا ان في كوارث في الشركه دي، واولها وهقول لك عليه ان بيشتري اجل شهر لكن بيبيع آجل 3 شهور. فهو عايز خلال ما يحصل من العميل، عايز فلوس يسدد للموردين 3 مرات. مش بس كده، ده عنده دايما ديون معدومة، مفيش كنترول على أعمار الديون. فكل ده عامل اختناق للسيولة، مخلي السيولة كلها موجودة فين؟ مع العملاء لكن مش جوه الشركة. فبقت البي اند ال اللي في ايده للأسف أرباح على ورق. هو ده اللي عايز أأكد عليه في الفيديو ده، فيديو صغير خالص، ان لازما الكاش فلو مهمه جدا. ايه فائده الكاش فلو؟ الكاش فلو بتقول لك انت خلال الفتره دي دخل لك فلوس قد ايه، ومش بس دخل لك فلوس قد ايه، اتصرفت في ايه. فيبقى كده انت عارف المركز المالي للكاش فلو، مش البالانس شيت كاصول وخصوم وراس مال اطلاقا. انا عارف الفلوس اللي في الشركه. كارثه كبيره جدا بتحصل ان الشركات بتركز في البي اند ال وما تركزش في الكاش فلو. طب دلوقتي لو البي اند ال بتقول فيه ارباح ومعيش فلوس، هعرف ادور الشركه؟ استحاله اعرف ادور الشركه. تخيل كده معايا، ودي حقيقه ممكن تصدمك، ان ممكن شركه تحقق خسائر بس عمرها يبقى اطول من شركه بتحقق ارباح بس ما فيهاش سيوله. لكن شركه تاني بتحقق خسائر بس عارفه تدير الكاش فلو بتاعها. فاهم حاجه في الشركات، لو هتطلع من الفيديو ده بحاجه واحده بس، اللي اهم حاجه في الشركات اداره الكاش فلو، فيبقى انا كده نجحت ان انا اوصل لك الرساله دي. لو انت كنت صاحب شركه، لو انت كنت محاسب، لو انت كنت مدير مالي او مدير حسابات، ركز في النقطه دي، اداره التدفقات النقديه في اي شركه. اتمنى تتابعنا على القناه، هتلاقي فيديوهات هتفيدك كتير جدا باذن الله، فيديوهات كتير نازله. شاركنا في التعليقات، قول لنا ايه المشاكل اللي حابب ان احنا نتناقش فيها. عايز كوستنج، عايز حسابات عامة، عايز أي شيء في الحسابات هنقدمه لك على واي اف اكاونتنج. سلام.